السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة فاطمة إبلي تنظيم والوصفات، وكيف العادة فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى إن يعجبكم ويلبي الطلب ديالكم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الملوي أو المسمن بطريقة سهلة وبسيطة. كيجي مورق كما كتشوفوا معايا في الصورة، كيجي هشيش وخفيف، تيجي رائع ما شاء الله. نتوما شوفوا معايا ما كيجي لا مدقس لا حتى شي حاجه، وانا متاكده الا جربتوه غادي ينال اعجابكم. وما نطولش عليكم، كيف العاده نمشيو نشوفوا المقادير اللي غنحتاجو كما كتشوفوا معايا. على بركه الله. 500 غرام ديال الدقيق الفورس فقط بوحدو، عندي معلقه كبيره ديال الملحه، وعندي معلقه كذلك ديال السكر سنيده، وعندي راس معلقه صغير ديال خميره الخبز. فقط هادو هما العناصر اللي غنحتاجو. وطبعا الماء انا اللي كنستعمل راهو ماء بارد البنات، الا كان الجو بارد عندكم بزاف ممكن تستعملوا الماء يكون دافي. غادي نبدا نضيف الماء ديالي بشويه بشويه، وغادي نحاول نجمع العجين ديالي غير باطراف الاصابع البنات. هنا العجين ما غادي نحتاجو لا ندلكوها ولا حتى شي حاجه، فقط غادي نحاولوا اننا ندمجوها مزيان مع بعضها. يعني نخليو العجين ديالنا انها ما يكونوش فيها دوك التكتلات، وفقط هكا غادي نكونوا حصلنا على عجين اللي غادي نخليوه ياخذ وقته ويرتاح. وهذه كنسميوها هذيك العجين السريعه. فهاد العجينه كنحضر بها بزاف ديال الاشياء، كنحضر بها المسمن، كنحضر بها فطائر ديال الفران، كنحضر بها بزاف ديال الاشياء. فقط كنوريكم الطريقه. انا ديجا يعني شاركتها معكم في الفيديوهات اللي قبل، غير كنعاودها بالنسبه للناس اللي يعني تضافوا للقناه جداد، فكنقول لكم كذلك مرحبا بكم. هنا كما كتشوفون بعد ما جمعت العجين ديالي فقط كنحاول انني ندخل العجين في بعضها وما يكونوش ليا فيها دوك التكتلات. ومباشره غادي نجمعها مزيان وغنوضعها في واحد البلاستيكه، وغنسد عليها ونغطيها ونخليها ترتاح. ما كانش متوفر غنوضعها في نفس الاناء وغنوضع عليها السلوفان ونخليها تاخذ وقتها حتى ترخى ليا العجين ديالي مزيان. انا من بعد ما نرجع العجين كما كتشوفوا معايا خليتها ارتاحت شويه. دابا غندوزو اننا نقطعوها. غناخذ شويه ديال الزيت كندهن بها يدي، غنحاول نزولها من داك الاناء وغادي نقطعها على شكل كريات صغيره. والقياس كيبقى لكم نتوما في يعني في الحجم ديال المسمنات اللي بغيتو تحضروا. انا هنايا درتهم هما كبار ما صغار، يعني مسمنات اللي هما متوسطين. غادي نقطع العجين ديالي البنات طبعا بالاستعانه بالزيت. كما كتشوفوا العجينه راها ولات رخوه يعني ولات رطبه. غتجيك سهله انك تخدمي بها. غادي نقطع هاد العجين كامل وغادي نشكل كريات كما سبق لي وقلت. غنوضعهم في واحد الصوانيه وغادي نغطيهم بالبلاستيك باش هكا ما تكونش ليا ديك القشره من الفوق. كما كتشوفون بعد ما قطعت الكميه كامله غادي نغطي هاد اللاطه هادي وغنحطها على جنب باش نبدا نخدم شويه بشويه. غادي نخدم هادوك اللي على سطح العمل. غتشوفوا معايا الطريقه باش غادي نخدم. كناخذ شويه ديال الزيت، كنحاول انني يعني نسطح بها داك العجين. هنايا عندي الزبده مع غنضيف معاها شويه ديال الخميره الحلويات، وعندي السميده رقيقه اللي هي السميده ديال الحرشه اللي كنخدموا بها الحرشه. كما كتشوفوا كنقرص بالزيت، كندير الزبده، نرش بالزبده وندير السميده ونطوي. طريقه سهله البنات، يعني الطريقه المعتمده عند المسمن او عند الامهات المغربيات. فدي الطريقه اللي كنخدم بها انا كذلك. كاين اللي كيبغي يضوبلو، انا ما كيعجبنيش مسمن مضوبل، هكا كيجي خفيف وزوين. غنبقى مستمره حتى نكمل الكميه كامله وندوزو باش نطيبوا المسمن ديالنا. انا ما كنطيبش البنات وكنقرص في نفس الوقت، حتى كنسالي تقراص كامل عاد يعني الطي حتى كنطوي المسمن كله عاد كنبدا نطيب باش هكا كيسهل عليا. كتسهل عليا الخدمه، وبحكم انها كميه كثيره فهكا كنطيبها دغيا دغيا. كما كتشوفوا يعني وضعت المقله ديالي على نار متوسطه، ما تكونش سخونه بزاف باش ما تكونش يعني مجهده بزاف باش ما يتحرقش لنا المسمن ديالنا. وحنا كنوضعو كنقلبو وما كنديرش الزيت بزاف البنات باش ما يجينيش ميدم. كيجي مسمن ديالي ناشف ومنفوخ كما كتشوفوا معايا ما شاء الله، كيجي منفوخ وغزال ومهوي ومفشفش من الداخل. ها نتوما شوفوا معايا يعني في الطياب ديالو باقي فوق المقله راهو كيتحل معايا.
غنبقى مستمره هكا حتى نكمل كاع المسمنات اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا كيفاش كيجي. خليكم معايا. هذا هو الشكل النهائي المسمن ديالنا. هانتوما شفتوا معايا كيفاش كيجي مورق وهشيش وخفيف، كيجي ما شاء الله خطير البنات. نتمنى تجربوه، وإلى الاعجابكم وإلى عجبتكم وصفه اليوم كيف العاده ما تنساوش تخليو لي لايك للتشجيع، شاركوا الوصفه مع احبابكم واصحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو، موعدنا في فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.